ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا الله، ايه الجو يا اخي؟ لا اله الا الله. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار يا رب. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. الصوت بتولع، السيوط بتولع. يا مسهل الحال يا رب. بص، احنا لسه داخلين من بره. موضوع مهم اللي انا عايز اكلمكم فيه النهارده اصلا. الناس اللي عايزه تبدا في اليوتيوب وبتقول مفيش مكان نصور فيه، مفيش حاجه نصور بيها. فبص يا غالي، انا هقلب الكاميرا على طول كده وانت شوف اهو. دي الاوضه يا باشا اهي. السرير، اوضه السكن اللي انا قاعد فيه في اسيوط. سيبك من الكرسي ده، سيبك منه. اهو المكان اللي بصور فيه. حته مكتب صغير اهو، الكرسي اللي بقعد عليه، وخلفيه بسيطه كده عاملها ما كلفتنيش 20 جنيه الصور دي بس. طبعا اهي الستاند اللي انا مصور بيه، اللوند اللي انا ساعات بشغلها، السيريال اللي انا ساعات بشغلها برضو. فاهم ازاي يعني؟ كله كهرباء في كهرباء وكلام زي كده. فانت ما فيش عندك حجه ان انت ما تصورش طالما عندك كونتنت انت تقدمه وعايز تصور. والله اي مكان حته هتصور فيها، المهم ان انت تبدا. فما تكسلش يعني. الحمد لله القناه بتاعتي زي ما انت شايف كده، ربنا كرمني في 3 اسابيع عدت ل 4000 مشترك و150,000 مشاهده. فعشان انا استعنت بالله وان انا بدات ان انا اشتغل، وما كانش في دماغي اصلا ان هي تتشهر. لا، انا كل اللي انا عايزه الفتره دي ان انا كنت اقدم لكم نصايح، وان حد واحد بس يستفيد منها احسن من 100 يتفرجوا وما يستفادوش. فاهم؟ فلو انت عندك محتوى عايز تصور اي حاجه، يعني حيطه زي كده صور عليها، حيطه زي كده صور عليها. المهم ما تخليش حاجه توقفك. بالنسبه للكاميرا، كاميرا التليفون تكفي تمام. اهم حاجه الاضاءه، يعني دي لنضه بس كده. يعني ده السكن اللي انا قاعد فيه. بأمي مثلا عايز السيريا دي مثلا لنضه تانية معرفش ايه. يعني الحاجه دي ممكن كلها ما تكلفكش 50 جنيه. بس اهم حاجه ان انت تبدا. طالما عندك محتوى تقدمه ابدا. ولو اقول لك ايه، تصور في الشارع وانت ماشي كده، شوف مكان فاضي واقعد فيه زي ما انا صورت الفيديو اللي فات، في اي حته. المهم تبدا. اما بقى بالنسبه للمونتاج وانا بمنتج الفيديو بايه، ففي برنامج اسمه كاب كات ده للتليفون. نزله وشوف مقاطع على اليوتيوب ناس بتشرح استخدام البرنامج ده. ادخل يا باشا ودوس، الدنيا تمام والله. يعني هو كويس سهل، وانت هتتعامل معاه واحده واحده يبقى كويس معاك. فانت صور كده. بص يعني انا بصور كده، بحط الكاميرا قدامي كده تمام. ده تليفون سامسونج تمام، سامسونج A 52 اس. فانا بحطه قدامي كده اهو وبصور، باخد بقى الفيديو ومنتجه. فالدنيا تمام. انت بس ابدا. اهم حاجه ان انت تبدا. هفضل اقول لك ابدا، يبقى انت معاك التليفون اللي انت هتصور بيه ومعاك البرنامج اللي انت هتمنتج بيه. فالدنيا تمام. انا عامل الفيديو ده بس عشان اعرفك ان انت لو في اي مكان، سواء في اوضه مع صحابك، في اي مكان هتصور وهتعرف تطلع جودة كويسة. اهم حاجة ان انت تبدأ. لو محتاجين نعمل فيديو عن اي حاجة تانية اكتبوها في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.